العالم كامل كيعرف بان المغرب غادي ينظم كاس العالم 2030 مع اسبانيا والبرتغال. ولكن السؤال اللي كيطرحوه بزاف ديال الناس حول العالم وخصوصا المغاربه، واش المغرب فعلا غادي يولي دوله متقدمه ومتطوره من بعد كاس العالم 2030؟ هذا الشيء اللي غادي نعرفه في هذه الحلقه، لان بزاف منكم كيقارن كاس العالم اللي نظمته اسبانيا سنه 1982 وخرجت دوله متقدمه ومتطوره بين كاس العالم اللي غادي يتنظم 2030 اللي غادي يكون جزء منه كبير وهو المغرب ومدن مغربيه. في هذه الحلقه غادي نشوفوا التفاصيل ديال هذه الحقيقه وبالارقام. واش المغرب فعلا غادي يولي دوله متقدمه بحال اسبانيا، ام مجرد يعني حدث كروي عابر من بعد نوليو العاده ديالنا كيف ما تنقولوا، وعادت حليمه الى عادتها القديمه؟ هادشي اللي غادي نعرفوا. نبداو باسبانيا. اسبانيا سنه 1982 نظمت كاس العالم. فاش نظمت كاس العالم خسرت الملايير، تقريبا حسب مصادر ما بين 700 حتى المليار دولار في ذاك الوقت. يعني هذا المبلغ الضخم في ذاك الوقت راه كان واحد المبلغ اللي كبير. اسبانيا نفقاته على البنيه التحتيه ديال الملاعب، البنيه التحتيه على المدن اللي غادي تستضيف المباريات العالميه، كذلك على المطارات، على القطارات، على طرق السير، على يعني البنيه التحتيه بصفه عامه سواء ديال الملاعب. كذلك حدثت الملاعب، يعني اعاده بناء ملاعب. يعني تقريبا اسبانيا صرفت تقريبا مليار دولار. وهذا المبلغ الضخم هذا راه مقارنه مع الميزانيه ديال اسبانيا في ذاك الوقت راه كبير وكبير بزاف. ولكن من بعد ما استضافت كاس العالم وانتهى كاس العالم بان تطور في اسبانيا، بان ان روجت لواحد الصوره اللي زوينه بزاف لاسبانيا عالميا. شفنا ان السياح ولاو تيجيو من جميع بقاع العالم لاسبانيا، خصوصا المدن اللي احتضنت مباريات كبيره ولات مدن سياحيه بامتياز. شفنا استثمارات، جلب استثمارات ضخمه من جميع انحاء العالم. هذا الشيء خلى اسبانيا تكون واحد الوجهه عالميه معروفه، ولات دوله اقتصاديه بامتياز. هذا الشيء اللي خلاها تسرع باش تنضم للاتحاد الاوروبي. نعم، مباشرة من بعد تنظيم كأس العالم إسبانيا انضمت للاتحاد الأوروبي سنة 1986. وحنا عارفين الشروط ديال الاتحاد الأوروبي: إلا ما كانش عندك اقتصاد قوي، عندك ميزانية قوية ديال الدولة، هادشي كامل اللي ما كانش عندك راك بطبيعة الحال ما غاديش تنضم للاتحاد الأوروبي. إسبانيا استطاعت باش تنضم للاتحاد الأوروبي سنة 1986، وهذا دليل على أن كأس العالم هو السبب، ماشي بوحده ولكن كان جزء كبير من السبب. والسؤال المطروح هنا: واش إسبانيا فعلا ربحت من هذا التنظيم أم خسرت؟ بالنسبة للأرقام اللي كانت كتروج في ذاك الوقت وما زال حتى الآن يعني مسجلة تاريخيا، أن إسبانيا خسرت ما بين 300 حتى ل 400 مليون. أما الأرباح الغير المباشرة ربحت في تسويق صورة جميلة لإسبانيا، نجحت في استقطاب الملايين من السياح كل عام، نجحت في جلب استثمارات عالميه. وهذا الشيء اللي خلى اسبانيا تربح من هذا التنظيم على المدى البعيد. وحنا كنشوفوا حاليا في 2026 اسبانيا كيف دايره، واي واحد كيتمنى يمشي يهاجر لاسبانيا ويخدم في اسبانيا ويعيش في اسبانيا. دابا نجيو للمغرب. الا قارنا مع المغرب نعم عنده كل الامكانيات باش يولي بلد متطور ومتقدم بحال اسبانيا، لاننا عندنا الامكانيات الطبيعيه، عندنا الموقع الاستراتيجي، عندنا قرابين لاسبانيا وافريقيا، يعني كنربطوا احنا بمثابه واحد الجسر اللي كيربط افريقيا باسبانيا. عندنا كذلك مناظر طبيعيه خلابه عالميه، شلالات، صحاري، مآثر تاريخية. كل هذه الأمور كتصب في صالح المغرب باش يستقطب الملايين من السياح. حنا شفنا غير في كأس إفريقيا 2025 20 مليون سائح اللي جا، فما بالك بكأس العالم؟ يعني غادي تكون السياحة ورقة رابحة من هذا التنظيم. كذلك المغرب عنده فرصة باش يزيد يطور من السياحة ويجلب أكبر عدد من السياح في 2030. كذلك المغرب كيمتلك قدرات شبابية كبيرة، يعني الإنسان. المغرب عنده واحد الإمكانيات بشرية اللي كبيرة بزاف، إلا استغلها غادي يكون دولة متقدمة ومتطورة في 2030، بشرط
يهتم بالصحه. نعم، صحه الانسان هي الاولى، وحنا شفنا هذا الشيء مع جلاله الملك محمد السادس نصره الله من بعد ما خصص ميزانيه ديال 2026 اللي هي 14 140 عفوا 140 مليار دولار اللي غادي تصرف على المصحات وعلى المستشفيات العموميه، وغادي يجيبوا كذلك اجهزه طبيه حديثه اللي غادي تصب في مصلحه صحه المواطن. وكذلك الاهتمام بالتعليم، شفنا كذلك ميزانيه كبيره مخصصه للتعليم، وهذا كيدل على ان المغرب من 2030 غادي يكون مستعد 100% باش يولي دوله متطوره ومتقدمه. كذلك من بين الامور اللي خلات اسبانيا تنجح في هذا كاس العالم وهو الصناعه. عندها صناعه السيارات، اهتمت بالفلاحه، وكذلك استقرار سياسي، وهذا الشيء كامل كاين عند المغرب. حنا شفنا ماركات عالميه من جميع انحاء العالم مستقره في المغرب، وعندها مصانع في المغرب كبيجو كرونو. تخيلوا معايا تيسلا فتحت الفرع ديالها في المغرب. نعم، تيسلا غادي تكون في المغرب وغادي تنتج سيارات ديال تيسلا وجميع المنتوجات المتعلقه بالملياردير ايلون ماسك. هذه كذلك فرصة ذهبية للمغرب. كذلك المغرب كيمتلك أو كيتوفر على مصانع لإنتاج أجزاء الطائرات. تخيلوا معايا هذا الشيء كامل ما كانش عند إسبانيا في ذاك الوقت. ولكن السؤال الثاني اللي كيطرحوه المغرب شحال يمكن ينفق في كأس العالم باش يولي بحال إسبانيا؟ التقديرات غير رسميه، يعني كاين ارقام غير رسميه تتقول ان المغرب غادي يصرف مليارات الدولارات على البنيه التحتيه، على اعاده تشييد الملاعب، بناء ملاعب جديده، كذلك بناء طرق سيار، تحديث طرق سيار جديده، المطارات جديده، موانئ، كل ما يصب في البنيه التحتيه ديال المدن المغربيه المغرب راه كيهيئها كيستثمر فيها حاليا. من 2030 غادي كل شيء غادي يكون موجود باذن الله، وهذه بادره وفرصه ذهبيه للمغرب باش يتطور. ولكن هذه الاستثمارات الضخمه ماشي غير من اجل شهر ديال كره القدم، ولكن خصها تكون رؤيه اللي واضحه من 20 عام او 30 عام، وهذه هي الرؤيه ديال الملك المغرب محمد السادس نصره الله. وخلاصه القول، المغرب يقدر يولي دوله متقدمه ومتطوره، وهذه فرصه ذهبيه ديال تنظيم كاس العالم. ولكن من بعد انتهاء الشهر ديال كاس العالم، واش المغرب غادي يبقى في بلاصتو او غيتطور؟ لان هذه فقط قنطره للتطور، وخاص تكون رؤيه اقتصاديه بعيده الامد من بعد كاس العالم. نتوما شنو الراي ديالكم؟ نبغي الاراء ديالكم في التعاليق. واش فعلا المغرب غادي يولي دوله متطوره ومتقدمه بحال اسبانيا من بعد انتهاء كاس العالم 2030، او مجرد احلام؟